عسلامة. اولا نقول السيد العمده عسلامة عسلامة. واين كل هذا الغياب ابو حميد؟ اين كل هذا الغياب؟ كل هذه الغياب، اين كل هذا الغياب سي حميد؟ هو بالنسبة إلي العمل الجماعي، نهضروا غير على العمل الجماعي. العمل الجماعي راه تبارك الله النقابي والسياسي راه بديت في 1975 اخويا. ملي تهضر على 1975 والوليدات كبروا 2025 50 سنة الواحد يرتاح. العمل ما دام انه حدث ما حدث في الانتخابات الاخيره، كنا نبدا ناخذ واحد شويه ديال قصد الراحه. فوالا يرتاح بنادم، يدور شويه في بعض الدول باش يعرف شنو كيفاش الطريقه، اكتشف حضارات وسياسات جديده. فوالا التطور كيف تيتطوروا في الديمقراطيه، كيفاش تيشتغلوا الجماعات، كيفاش الجهات، كيفاش هذا. اذا هذا الشيء كان واجب وطني. بالنسبه الينا الان العوده ديالي، اولا انا ما لا علاقه لي بشي انتخابات. هذا هو السؤال اللي بغينا نطرحه، لان البعض يقول بان حميد عاد من اجل الانتخابات. يعني الانتخابات دابا البرلمانيه راه كاين اللي غيترشح بطبيعه الحال، كاين نقولوا من يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. انا اللي تنطلب من المغاربه جميعا خصوصا مدينه فاس، الناس راه تتبعوا التدخلات ديال النواب البرلمانيين في الغرفه الاولى والغرفه الثانيه اللي كان تيدافع عن الشعب مرحبا به، ولكن اللي ما تيدافعش على الشعب خصو يجلس ومع خصو زعما يكون عنده واحد شويه ديال الحياه باش ما يطيحش شي مشكل. وقضيه هذا المال في الانتخابات خصو ينتهي، لان المغرب غادي تطور، غادي حاجه جديده. الان الاوضاع بهذا الشيء ديال شراء الاصوات راه ولات خطيره جدا. سي حميد، كشخصيه سياسيه اجتماعيه وفاسيه، احب من احب وكره من كره، يعني كانوا مجموعه مرحبين يعني من خلال الصفحه نتاعنا اللي وصلت تقريبا 37,000 من المجيء نتاعك. كاين مرحبين، كاين الناس اللي كيقولوا هذا جاي انتخابات جديده، ما يمكن ان يقول حميد شباب هؤلاء. لا هذا تقول جاي انتخابات، شنو انتخابات؟ ماشي انتخابات اللي حميد شباب او عائله شباب. انا انتخابات خصها تكون نزيهه، تكون ديمقراطيه، تكون فيها عده عوامل. لان الان الديمقراطيه اللي مشينا فيها اذا بقينا غادي بنفس الوتيره هذا هو المشكل. دابا تلاحظ ضغط الجماعات شنو؟ دابا 2024 كاين انتخابات جماعيه. انا يمكن يكون عندي واحد الفكره انه دائما يكون البرلمان والجماعات في يوم واحد. نعم. ولكن دابا الشيء شاء ما قدر الله، وكاين مرات يتلاقاو ومرات يختلفوا. هذا ما عندناش مشكل. سي حميد، كعمده مدينه فاس عمتي سنوات، رجعتي، كيف كانت فاس وكيف وجدت فاس، باعتبار ان الرجل اللي خدم فاس اللي دار بزواج الحوايج؟ فاس كانت غاديه في واحد وتيره تصاعديه، كان واحد التعامل يعني لصالح المدينه ماشي لصالح الاشخاص، ما بين البلديه، ما بين السلطه المحليه، من الوالي الى العامل الى السلطه بصفه عامه. وكان الشعب مؤيد ذاك الفكره وتشتغل بها، وكنا تنتعاملوا مع الجميع. هذا هو، لان انت باش تكون منتخب تمثل الشعب، ماشي انت منتخب تمثل السلطه راه كاينه الاداره كاينه، كل شيء كاين. هذا هو جميع القياد اللي دازوا، البشوات، الولاة، العمال، هذا مرحله كلها يمكن كان فيها اصطدام واحد، ولكن كانت النتائج الحمد لله والتدخل من الاعلى والامور تصفات. لان هذه فاس اول عاصمه المملكه المغربيه، هذا 13 مقام. دابا كانت عندها عنايه خاصه، راه الله يسر الهويه ديالنا غتمشي. هذا هو اللي كاين. سي حميد، ماذا يمكن ان تقول في كلمه اخيره لساكنه مدينه فاس؟ الحيطه والحضار. والله الحيطه والحضار، اللي اشتغل حنا معاه، اللي ما اشتغلش يمشي يجلس في دارو وصافي. لا كاين شي تيطلق الاشاعات على شي تيطلق
كلام اللي ما صالحش، لا ماشي هكذا الانتخابات تقول شنو درتي واش غندير. الا الناس استفدت في واحد المرحله مرحبا بها تصوت، والا ما استفداش خصها تقول لهم هذا مونكا خصنا نجددوا. هادشي اللي كاين. باعتباركم كنتوا في المجلس البلدي المدينه، يعني شنو هي قراءتكم لهذه التجربه هذه؟ لا التجربه راه واضحه للجميع. يمكن الطفل ديال 6 سنوات يلاه دخل المدرسه راه عنده النتيجه، الدورات كي تتمر كيفاش هذا راه مشكل. هذو السنتين تنحاولوا اننا نحطوا شي اتجاه ديال اننا نخدموا مع الشعب، ولكن ما كانش استجابه. عطينا الاوراق وغادرنا المجلس. بيان سور انا اش غنجلس انا في واحد المجلس اللي تتنصح الناس كيفاش يشتغلوا بحكم التجربه بحكم هذا ما كاينين. يعني كانوا خايفين منك عامل علاش؟ ما عندهم ماشي يخافوا مني انا، بعدا عادي وطبيعي وتنتعامل مع الجميع، مع جميع الاحزاب، مع جميع الكيانات، مع جميع. ربما تجري ما عندنا مشكل حنا على شنو؟ حنا ديما مبروكين. والله يكمل. اذا كنشكروا السي حامد الشباب العمده السابق لمدينه فاس على رحابه الشرطه بتاعو، على امل التقي في حلقه قادمه. تحيه خالد الطويل، الى اللقاء. الى اللقاء.